السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. سموا بالله وحدوا الله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا الفيديو من عند الفراخ البيضاء الكبيرة، والنهارده عمر الفراخ 32 يوم والفضلات كويسة جدا جدا. بس في حاجة ظهرت كده، بس الفضلات مفيش حاجه في الفضلات اهي، عزكم الله. طبعا نعدي برضه نشوف حاجه تانية اهي كائنات اهي برضه. الفضلات كلها زي بعض، يعني الفضلات كويسه اهي، جميع الاركان يا جماعه. بوريكم الفضلات اهي. في بقى مشكله، في لقيت عطسه خفيفه خالص. ممكن بقى العطسه دي بقى مش من ايه يا جماعه، مش من قله التدفئه ولا حاجه، لا التدفئه كويسه. والفراخ بسم الله ما شاء الله النهارده عمر 32 يوم، يعني مش صغيره كبيره. بس العصه دي بتيجي بقى ايه تبع دخولي وخروجي. يعني انتوا عارفين ان انا حاطه التبن ده هنا اهو، بتاع ان انا بغير منه للبط البيور والبط المسكوفي. التبن ده انا بغير منه للبط البيور والبط المسكوفي، فانا حاطاه في الاوضه هنا. فطبعا لما باجي اغير للبط البيور والمسكوفي بخش داخله خارجه ان انا ايه اخد التبن هنا، ما ينفعش احطه بره على السطح. الندى بينزل عليه وممكن الجو مطر فهخسره. فلقيت عطسه بسيطه. طبعا انا لسه داخله وما اعرفش حاجه، يعني انا لسه داخله حالا وما اعرفش حاجه. انا لسه داخله مكتشفه الموضوع ده قبل ما اسجل معاكم، مفيش 3 ثواني. طبعا احنا هنمشي اليوم بتاعنا النهارده عادي، العمر ال 32 هنمشي اليوم طبيعي خالص. هنحط اللهم صل على سيدنا محمد شويه عسل وشويه خل في الميه، ومش هنحط حاجه على العلف خالص. ليه بقى يا ام مصطفى؟ ان شاء الله بامر الله عمر 33 يوم هعمل خلطه الثوم والبصل والليمون ونسبه خل. ثوم وبصل وليمون ونسبه خل، واضربهم في الخلاط واحطهم على العلف. يعني هعمل الخلطه دي كويسه جدا للبرد. لقيت الموضوع زاد بعد الخلطه ما استعجلش. لقيت الموضوع مثلا الخلطه ما عملتش حاجه، ممكن اعملها مره واتنين ما عملتش حاجه، يبقى انا ايه هجيب ألفنت بشري من الاجزخانه والصيدليه البشريه، احط 10 سم على رتل الميه، لان ده عمر كبير. من عمر صغير بنحط 5 سم، من عمر الكبير بنحط 10 سم. فبرضو انا هجرب الخلطات الاول عشان ما استعجلش وادي علاج. هو طبعا العلاج البشري يا جماعه ما بيأثرش على لحم الفراخ، اللي بيأثر على لحم الفراخ الشيح والحلبه والمضادات الحيويه. فان شاء الله بامر الله مش هتوصل يعني للعلاج ولا اي حاجه، المضادات الحيويه ان شاء الله ولا اي حاجه. هنعالج بالبشري برضو، هنعالج مثلا بالخلطات، بس برضو عشان ما استعجلش قبل اول ما ابدا. يعني هي في فرختين بس او 3 مش كتير، مش الفراخ كلها، بس طبعا دي بتعدي دي. بس طبعا اول ما هبدا بالخلطات، مش هستعجل، هبدا بالخلطات ثوم وبصل وليمون وخل، واضربهم في الكبه واحطهم على واحطهم على وممكن اصفيهم برضو عشان برضو ما الجاش الألفنت. يعني ممكن تصفيهم، تاخدي الخلطه على العلف والسائل على الميه، ولو في ألفنت عادي حطي برضو 5 سم على السائل بتاع الخلطه في السقايه. عفوا 10 سم. يعني السقايه ال4 رتل دي تاخد 20 سم ألفنت بشري. بس برضو مش هحط، برضو هكتفي بالخلطه على العلف وبالسائل على الميه لمده 2-3 على حسب ما الاقي فراخي كويسه. بس احنا بنقول دي مش اهمال مني، دي مش هو يعتبر اهمال مني، بس برضو حاجه خارجه عن ارادتي، لان انا داخله خارجه وبحط اللي بغير للبط البيور وبحط له، بشيل التبن المبلول وبحط له ناشف، ونفس الكلام المسكوفي. فطبعا الاوضه دي اللي انا اقدر ان انا احط فيها حاجتي شويه التبن. الاوضه بتاع الكتاكيت البيضاء الصغيره حاطه برضو فيها حاجتها، حاطه فيها النشاره بتاعتها. الاوضه دي لما كنت قبل ما اربي على الارضيات البلاستيك كنت بحط فيها برضو التبن والنشاره والحاجه اللي انا محتاجاها. فدلوقتي انا هودي حاجه البط فين؟ مفيش مكان الا المكان ده. فالحمد لله يعني ان هي بتيجي في البرد. ما يعني بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا ممكن البرد مقدور عليه، لكن الحاجه الوحيده اللي مش مقدور عليها الاسهالات. يعني البرد ممكن نعالجه ان شاء الله بامرك يا رب بفضل الله. الاسهال بقى بيخسس الفراخ. يعني لو الفراخ سهلت منك او في اسهالات، العلف اللي بياكلوه عمره ما يتحول عليهم لحم. بالعكس الفرخه مش هتزيد وهتقل معاكي في الوزن والتحويل هيقف. لكن احنا بنقول شويه برد ممكن ان شاء الله بعون الله بامرك يا رب نقدر ان احنا نعمل خلطه، نعمل حاجه سقوه
ونديها. وبرده مش معنى كده ان الاسهال ملوش علاج، له علاج بس في اوله تلحقيه، بس بنقول الاسهال بيوقف التحويل. لكن الفرخه عندها برد بتاكل وبتشرب، فراخ بتشرب اهي، والفراخ بسم الله ما شاء الله واكله، العلافات فاضيه مفيهاش الا حاجات بسيطه اهي، في ميه بسيطه اهي. لكن البرد سبحان الله الفرخ ياكل، لكن الاسهال الفرخ ما لو حتى كل بينزل الاسهال ده طول ما الفرخ عنده اسهال ما بيحولش لحم. لو كل حتى ما بيحولش لحم، بيسهلوا بينزلوا في الحمام. اسهال يا جماعه، فرخ عنده اسهال هيتحول على جسمه لحم ازاي حبايه العلف دي؟ اللي انا برضو على الايجابي معاكم، السلبي معاكم. الدنيا كويسه بنقول، في مشكله عندي بنقول، من الفتح والقفل بنقول، ما بنخبيش. في لون متغير في الحمام بنقول، فراخ عطست اهي لازم نطلع واقول من الفتح والقفل. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه برضو، الكهرباء لو قطعت ما تخشيش على الفراخ. يعني مثلا الكهرباء قطعت وانت هتطلعي للفراخ، اصبري لما الكهرباء تيجي. ليه بقى؟ لان طول ما الكهرباء يعني الكهرباء شغاله، انا اصلا كده كده بغير في التبن، داخله خارجه بجيب تبن للبط. ما بالكم بقى لو الكهرباء قطعت وانت داخله خارجه بتغيري ميه او بتجيبي علف، المكان بيبقى دافي، مع الفتح والقفل المكان بيسقع، وطبعا مفيش لمبات قايده، فالمكان بعد ما كان دافي ومحكم كده انت هوتيه دخلتي برد للفراخ. لان طبعا المكان بيبقى دافي واللمبات قايده، الكهرباء بتقطع بيبقى المكان زي ما هو برده فيه تدفئه، بس بقى دخلنا خرجنا فتحنا قفلنا المكان طبعا ما بيكونش زي ما كان مغلق من غير ما تفتحي وتقفلي. فالكهرباء قطعت، اصبروا شويه لما الكهرباء تيجي، سواء كتاكيت صغيره سواء فراخ زي ما انتم شايفين بالحجم اللي عندي او بالعمر اللي عندي ده. قلت لكم الفراخ الكبيره كل ما بتكبر جناحاتها بتقل. شوفوا فتح وقفل الباب بس، وهي فراخ اهي عمر 32 يوم، يعني كلها اسبوع ونذبح. اثر عليها قله التهويه برضو تاثر عليها. لو انت مش مهويه كويس يجي لهم احتباس حراري، كتمه المكان تموته، لان الفراخ بتكبر ما عندهاش مناعه. الفراخ كل ما بتكبر ما بيبقاش عندها مناعه. ماشي، صلوا على الرسول. وكل اللي احنا هنعمله هنحط شويه عسل على الميه، طبعا ما فيش اسهالات ما فيش حاجه عند الفراخ، حط شويه عسل على الميه وشويه خل برضو بالعيار يا جماعه، مش بكده. يعني مثلا 10 سم خل على 10 سم اللهم صل على سيدنا محمد عسل على 10 سم خل على سقايه رجل. ضعفي باقي الكميه انت لو عندك سقايه بعد، وهنحط على بس ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله الفيديو التاني هعمله بكره بدري معاكم، مش هعمله بالليل ان شاء الله، بدري هعمله بالنهار عشان طبعا احنا بنصور دلوقتي بالليل. ان شاء الله بكره هعمله بدري معاكم هعمل الخلطه، وبرده هيبقى قدامكم كل حاجه، وبرده النتيجه معاكم. هعمل برده النتيجه معاكم، بس مش هوب جزم بقى الاقي برد اروح اجيب البشري، الاقي برد اروح اجيب البيطري، لا عالجي بالاعشاب والخلطات. اصبري، سواء اسهالات عالجي بالاعشاب بسقوه بخلطه، برد برده نفس الكلام. ما تستعجلوش على الفراخ وتجيبوا علاجات يا جماعه، ما تستعجلوش على الفراخ. الناس اللي بقى بتجيب علاجات من دي بشري بيطري بتبقى بتهمل. فرخه عطست تسيبها لما كله يعطس، فرخ سهل تسيبه لما كله يسهل. دي بيضطر بقى يجيبوا علاجات بشري بيطري غصب عنهم هيجيب. لكن انت لو لحقتي الحاجه في اولها ممكن ربنا يكرمك. احنا بنقول برضو كله بامر الله. ماشي، صلوا على الرسول. وخليكم معايا بقى نملى العلافات ونغير الميه دي ونحط فيها عسل وخل. بصوا بقى الفراخ بسم الله ما شاء الله اهي بياكلوا همط وبيشربوا برده ميه اهو، هناك عند العلافه وهنا برده بيشربوا ميه. لان طبعا يا جماعه ما فيش ازدحام على العلافات والسقايات، برده ما زلت بقول لاني انا لا بجوع ولا بعطش. الميه كانت موجوده، العلف كان موجود، ما بجوعش ولا بعطش. فزي ما انتم شايفين كده اهو الفراخ رغم ان هي في قليل فرخه عندهم برد، بس اللهم صل على النبي الفراخ على العلافات اهي والسقايات اهي. ماشي، يلا حبايبي، ده الفيديو بتاعنا كان النهارده، يا رب يكون عجبكم ورضاكم، واكون قدرت اقدم لكم حاجه بتستفادوا منها، واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم فيديو جديد. بس بالله عليكم اللي شاهد الفيديو ما ينساش في اللايكات ويسمي ويصلي على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد في التعليقات. اشوفكم على خير واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.